يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي كوكي. يلا بينا مع بعض نعمل حاجة حلوة خالص في أيامنا المفترجة. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة قلت عندي صدر فرخة، قلت أعمل إيه يا ترى؟ قلت أما أعمل بانيه حلو جميل. الأطفال بيحبوه قبل الكبار وبيوفر معايا كتير. وعملت جنب منه شوية معمر، لزوم بقى ايه تظبيط شهر رمضان. جبت صدر الفرخة وهقطعه كده ايه شرايح صغنونة، يعني رقيقة. حاولي بقدر الامكان انها تبقى رقيقة معاكي علشان ما تخليكيش اللي انت تدوقيها. انا النهاردة مش هدقها، يعني مش هفردها، يعني انا هقطعها شرايح رقيقة خالص معايا. عملت معايا حوالي 10 قطع. انتوا شايفين دلوقتي انا بعد ما قطعتها في اللي هي المستين اللي هي الطرية الحلوة دي، انا بعمل فيها ايه؟ بقطعها نصين وافردها عشان تبقى شريحة معايا. ما شاء الله حلوة خالص. تعالوا نعمل التتبيلة. بولة، نص كوباية لبن ومعلقة من دبس الرمان، معلقة من الصويا صوص ومعلقتين من الخل. والبهارات بتاعتك بقى: معلقة من البصل باودر والثوم البودر، ونص معلقة من البابريكا والكاري والكركم والفلفل الأسمر، وبهارات اللي هي 7 بهارات، والملح طبعا. هقلب التتبيلة دي واسمي الله واحط الفراخ علشان تتبل معايا، وغرقها جامد في التتبيلة لغاية ما الفراخ تتشرب التتبيلة خالص، واغطيها احطها في التلاجة لمدة 3 ساعات. واركنها على جنب كده واحضر الكفر بتاعي. شوية حلوين كده من البقسماط، عليها كيس فيجيتار حار او عادي انتي وراحتك، وشوية شطة كده لزوم السبايس. هقلبهم واركنهم على جنب. احضر بقى الطبق بتاعي مع بيضة ونص كوباية لبن وشوية ملح وفلفل اسمر. اقلبهم واضربهم مع بعض كده وبس. اجيب بقى شوية الدقيق بتاعي واسمي الله واحضر البانيه بتاعي النهاردة. اول حاجة هحط القطعة الاولانية في الدقيق، اعملها بقى شمال يمين فوق تحت، بصي اتبلها جامد في الدقيق. وبعدين الكفر بقى السايل اللي هو البيض واللبن، وبعدها البقسماط. تقعدي بقى تغرسيها ولا تغرقيها من الفيجيتار اللي هو البقسماط ده قد 7 8 مرات لغاية ما ايه الكفر بتاعي يبقى حلو جميل. واركنها على جنب واجي على اللي بعدها، وهكذا وهكذا لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي. يعني معايا دلوقتي باخد القطعة بتاعت البانيه، اول طبقة احطها في الدقيق، وبعدين الطبقة التانية طبعا البيض واللبن، وبعدين اخر حاجة طبقة البقسماط. بس اهم حاجة وانتي بتحطي قطع البانيه بتاعك في البقسماط، اللي انتي تحاولي اللي انتي تغرقيها كده في البقسماط وتشربيها من البقسماط قد 7 8 مرات كده، علشان تبقى معاكي طبقة ايه حلوة كده محترمة ومقرمشة معاكي وعمرها ما تفكي من البانيه. بسم الله ما شاء الله، لا ده حاجة موفرة على الآخر. هقعد أعمل كل القطع لغاية ما أخلصها. دلوقتي هسيبها كده قد ربع ساعة وبينا جري بسرعة علشان أحطها على النار تستوي. شوية زيت حلوين كده، وما تنسيش قطعة الزبدة بقى اللي بتخلي لزوم الريحة ايه جنان. وسمي الله واحط القطع بتاعتي. حطيت في الأول 3 قطع كده على حسب مقاس الصينية بتاعتك. اسيبها على النار متوسطة لمدة 10 دقايق، تاخد وتدي مع نفسها كده لغاية ما ايه تستوي من جهة وتخلي اللون برونزي جميل. هتقلبيها الجهة التانية برضو 10 دقايق وتطلعيها وتشوفي بقى ايه اللون البرونزي الخطير.
بجد حاجة في منتهى الجمال والروعة. الريحة جنان، يا ريتك يا ست الكل كنتي معايا، كنتي هتشم الريحة. والشكل ايه، روعة. لا حاجات كده موفرة بصراحة. انا هشيلها دلوقتي واحطها بقى براحتك على شبكة، على اي حاجة، بحيث انها تبقى مقرمشة. واكمل بقية قطع البانيه بتاعتي لغاية ما اقلي كل القطع. وبرضو التسوية ما بتحتاجش في كل جهة حوالي 10 دقايق، لان انت بتعملي قطع البانيه رقيقة خالص، فما بتحتاجش يعني وقت في السوا. هطلع الكمية معايا، وشفتي بسم الله ما شاء الله، اللون تحفة والريحة تحفة التحفة. ما شاء الله، حاجة موفرة خالص. دلوقتي بقى زينتها، جبت صينية زينتها بشوية بقدونس، يعني اي حاجة خضرة كده تكسر اللون. وهستفها دلوقتي علشان اقدمها في طبق التقديم. واحط بقى ايه اللمسات الاخيرة بقى، شوية بقدونس كده على الوش، عسل، حاجة كده ايه في منتهى الجمال والروعة. وعملت شوية رز معمر جنبها. ياه. لا بجد الحاجات دي معمولة بكل حب وسعادة، علشان كده طلع حاجات جميلة. هقطع دلوقتي قطعة منها علشان تشوفي ان الكفر قد ايه متماسك. ولا اللحمة بتاعت الفراخ البانيه، لا حلوة خالص وبيضة وخطيرة، بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وصحتين، واستنوني مع طبخة جديدة وحاجات حلوة كتيرة من مطبخ كوكي. مستنية اللايك الجميل بتاعكم والتعليق اللي بيسعدني. بحبكم في الله.